طور نفسك قبل ما يفوت الأوان. أنا سيف إبراهيم ومن قناة فكرها صح، وجاي النهاردة أكلمك عن أهم مشروع ممكن تبدأه في حياتك. مش شغل ولا فلوس ولا شهرة، المشروع ده هو نفسك ثم نفسك ثم نفسك. أول حاجة معانا، اعرف نفسك بجد. لو مش قادر تبص في المراية وتقول أنا محتاج أتغير، يبقى عمرك ما هتتطور. الصراحة مع نفسك مش ضعف، دي أول خطوة في أي تغيير حقيقي. تاني مرحلة، وقتك أغلى من أي حاجة. كل ثانية بتضيع منك مش هترجع تاني. الوقت اللي بتضيعه على السوشيال ميديا أو في القعدة من غير هدف كان ممكن تبني فيه مهارة، تتعلم حاجة، تعمل حاجة تفرق في مستقبلك. حاسب وقتك كأنك بتحاسب فلوسك. تالت مرحلة، اتعلم كل يوم. التعلم مش لازم شهادة، كل فيديو أو كل كتاب أو كل تجربة دي كلها بتبنيك. خدها عادة يومية، اتعلم حاجة كل يوم حتى لو بسيطة. واللي بيتعلم عمره ما بيقع، لأنه دايما عنده سلاح جديد. رابع مرحلة، واجه خوفك. الخوف مش عيب يا جماعة، لكن الهروب منه هو اللي بيكسرك. انت جرب، غامر، حتى لو هتفشل. المهم انك تحاول وتثبت لنفسك انك مش ضعيف. طيب معانا خامس مرحلة، اعمل ده لنفسك مش لحد تاني. يعني ايه؟ يعني بلاش تعيش عشان الناس تقول عليك ناجح او كويس. عيش عشان نفسك، وعشان تبقى راضي عن نفسك، وعشان تحس انك بتكبر من جوه مش بس قدامهم. سادس مرحلة، الناس اللي حواليك هم المراية بتاعتك. يعني لو دايما حواليك ناس بتشتكي وتشتت تركيزك، طبيعي هتبقى ممكن تبقى زيهم. لكن لو صحبتك ناس بتحفزك، بتتكلم أفكار وبتحلم، هتلاقي نفسك بتتغير معاهم غصب عنك. سابع مرحلة، اعمل لنفسك نظام. ما تسيبش كده يومك للصدفة. الناس الناجحة مش بيصحوا يقولوا هعمل ايه، هما بيبقوا محضرين نفسهم من امبارح. جرب تبدأ يومك بنظام وشوف الفرق. تامن مرحلة، اشكر على اللي عندك. كل يوم قبل ما تنام أو أول ما تصحى قول الحمد لله، ربنا معاك. بص على اللي معاك مش اللي ناقصك. هتلاقي إنك غني بحاجات كتير يمكن غيرك ما يعرفش عنها حاجة. تاسع مرحلة، الفشل مش نهاية. الفشل ده جزء من أي مشوار، وكل حد نجح دلوقتي وراه 100 خيبة، بس الفرق إنهم مكملوش في الخيبة دي. اتعلموا وكملوا. الفشل يا جماعة درس مش عقاب. عاشر مرحلة، ما تستناش لحد ما تكون جاهز. مش لازم يعني تبقى جاهز 100% عشان تبدأ. ابدأ بحاجة صغيرة، بخطوة، بجملة، بحاجة بسيطة. بس أهم حاجة إنك تبدأ وما تقولش بكرة، لأن بكرة ممكن ما يجيش، ولما تقول بكرة هتأجل لبعده، صدقني. في الآخر، يا إما تعيش طول عمرك عادي، يا إما تبقى واحد من الناس اللي غيرت حياتهم بإيديهم. ما تستناش حد يجي يغيرك، غير نفسك بنفسك. وكان معاكم سيف إبراهيم، ودي كانت حلقة من قناة فكرها صح. ولو الفيديو ده فرق معاك، شاركه مع حد محتاج يسمعه.